السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فترة مش بعمل فيديوهات، غايبة عنكم كده بسبب ان احنا مضغوطين الفترة دي، عندنا امتحانات. ربنا يعدي الامتحانات على خير وينجح جميع المسلمين يا رب، ينجح ابنائنا وابناء المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. فالصراحة كان جالي يعني ضيوف كده، وكان مضطرة ان انا اعمل لهم يعني اكل. طبعا انتوا عارفين بقى ايام الدراسة وكده والامتحانات بقى الواحد مضغوط. فالصراحة بقى المنجزة معايا هنا ان انا طلعت حالة الضغط بتاعت ماما الله يرحمها، وقلت بقى هعمل فيها اللحمة وهتشوفوني اعملها ازاي. انا جبت اللحمة غسلتها، وبعد ما غسلتها هبدأ كده ايه اشوحها. حطيت عليها شوية بهارات كده، ورق الغار كده، ورق لوري. وهبدأ اقلبها كويس كده تتشوح كويس الاول، مش هغطيها غير لما تتشوح كويس. بصوا كده هسيبها كده تتشوح لحد ما الاقي كلها كده لونها ايه اتغير. انا قلت كده هعمل لهم اكله حلوه وفي نفس الوقت كده تبقى سريعه يعني. زي ما انتم شايفين كده اهو، شوحها بس كويس، اتاكد انها اتشوحت كويس. بعد ما اتشوحت بقى كنت مقطعه 3 بصلات كده، مقطعاهم تقطيع كبير يعني بالسكينه عادي كده. اول ما اللحمه يعني خدت كلها تشويحه، لونها كله كده خدت تشويحه، هنزل بقى عليها بالبصل. اول ما تتشوح كويس خلاص البصل احنا مقطعينه تقطيع كبيره زي كده، واقلبه تقليبه كده زي ما انتم شايفين كده. البصل كمان بينزل ميه كده مع اللحمه، واقطع طماطم وشطه كده واديها ايه تقليبه كده، خليها كده تعمل صوص حلو يعني. الاول كده تنزل الميه بتاعه الطماطم مع البصل وكده، احط عليها شويه من الملح كده واسيبها كده مع بعضها. بصوا بدات تنزل ايه ميه ايه. انا برضو هزودها شويه ميه عشان انا هغطي الحله يعني، عشان ايه تضيف بسرعه. حطيت عليها كوبايتين ميه كده وهبدا اغطيها. انا لو مش هعملها في حاله الضغط بزود الميه بالتدريج يعني، شويه صغيرين بشويه صغيرين. خلاص كده انا حطيت زي كوبايتين ميه، ورحت جايه قافله الحله، وما خدتش ربع ساعه وكانت ايه طابت. خلاص بعد ما تطيب بتروحي حطها في الفرن كده، بتدي طعم حلو قوي يعني، تاخد وش كده تدي طعم حلو. قلت هعمل جنبها برضو كده يعني حاجه كده تورلي بقى كده، برضو كده هعمله برضو على البوتاجاز وبعد كده هحطه في الفرن. جبت شويه، حطيت شويه زيت كده، وهجيب بقى البصل اهو برضو مقطعاه عادي بالسكينه كده. هبدا اديله كده تشويحه. انا مش بقلي البصل، انا بديله تشويحه بس يا دوبك يصفر كده. اول ما البصل كده يتشوح هتنزلي عليها بقى بالطماطم اللي انتي ضربوها. انا كان عندي بقى شويه من الصلصه، هحط عليهم شويه ميه كده وهبدا احطهم عليها. بس الاول اشوح البصل. البصل شوحته بشويه فلفل وشويه بهارات لحمه كده. وكان عندي حتتين لحمه برضو حطيتهم كده، دول كانوا طيبين حطيتهم عليها. انا كان عندي لحمه بشوربه، يعني وده كان يعني كان عندي شوربه وكان فاضل فيهم الحتتين دول، فقلت احطهم كده مع الطبيخ. واللحمه التانية كده هعملها لحمه ايه، يعني زي اللحمه الايه المشويه كده. خلاص هبدا كده اشوحهم شويه، وبعد كده اهو الصلصه حطيت عليها شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، وجبتها كده حطيتها اهي. انا كنت بس خففت الصلصه كده عشان مش عايزاها تبقى تقيله، عشان هحط فيها الايه البسله بقى والايه والخلطه بتاعه التورلي بقى. حطيت كده اهو، دي كانت بسله انا مفرزاها اهو، غسلتها يا دوبك غسلتها، وهبدا ايه احطها كده. حطيتها بقى كده عشان تاخد الطياب مع بعضها. البسله بتاخد وقت اكتر شويه من الكوسه، فانا هحط كوسه وبطاطس. والبطاطس والكوسه مش بياخدوا وقت كتير. اول ما البسله بدات تغلي كده نزلت عليها بقى بالكوسه والبطاطس. البطاطس كنت مقطعاها يعني مكعبات كده، والكوسه اهي حلقات اهي. هبدا احط البطاطس والكوسه، وكمان ده خرشوف كده برضه اهو، حطيتهم بقى مع بعض كده. اهم حاجه بس الاول الكوسه والبطاطس والخرشوف مش بياخدوا وقت، فحطيتهم بقى ايه يعني بعد ما البسله خدت غلوه كده، هديهم بقى تشويحه كده يعني على البوتاجاز كده ياخدوا غلوه. وهوطي النار بقى اسيبها تطيب مع بعض. اول ما تخلص طياب كده يعني هحس انها طابت، بروح حطها في طاجن كده وحطها في الفرن تاخد وش كده، بتدي الطبيخ طعمه حلو قوي لما تحطيها في الفرن. وفي الطاجن يعني بيبقى الصراحه طعمها حلو قوي قوي يعني. وبرده باخد اللحمه وبحطها برده في طاجن، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الصوص بتاعها حلو ازاي. وعملت جنبها رز مدسوس والسلطه بقى، والله بجد الاكل كان طعمه حلو جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم بقى في امان الله، مع السلامه.